يا شباب في المنهج الدراسي. اتكلم بمنتهى الوضوح. هو المنهج الدراسي يعني الناس يعني قريبة وهم لسه عارفين إن هم يلغوا حاجات. هو ده يعني المطلوب عشان نعرف ناخد حاجة تخصيص المناهج. مين تاني يا شباب؟ اتفضل يا من المناهج الدراسية بعيدة عن المجتمع المحلي اللي احنا عايشين فيه، اللي احنا عايشين فيه لازم المناهج تقرب منها. وفي برضه المناهج الدراسية فيها معلومات بعيدة عن سن الطلاب. فلازم كل مرحلة يبقى فيها معلومات تناسب سن الطالب. مين تاني يا شباب؟ شباب اتفضل يا عبد المنهج تقيل والوقت قصير والمدرسين بيجوا المنهج فمحدش عارف يفهم حاجه. ماشي في رمضان اتفضل. هو المنهج كبير وهم لما هم قالوا هيلغوا لغوا ده شرف جاي اللي احنا خدناه، فهو برضه كده لسه نفس المنهج اللي احنا لسه هناخده في نفس الوقت الصغير هو لسه هو لغوا اللي احنا خدناه. لما قالوا هيلغوا لغوا شرف جاي لغوا اللي احنا خدناه وسابوا اللي احنا لسه ما خدناهوش، فلسه نفس هو المنهج هو الموجود. حد تاني عندك تعليق يا جماعه؟ طب اقترحاتكم للحل للمشكله دي يا رجاله. دلوقتي وقفتوا على المشكلة. ايه الاقتراح بقى ان احنا نقول؟ في دماغكم كده في رايكم يعني نحلها ازاي؟ يلغوا اللي هو اخر الشهر او في الاول خالص يحطوا منهج على قد الوقت اللي هو اللي احنا هناخد فيه، مش هنحط منهج كبير وقت صغير وبعدين يلغوا اللي احنا خدناه. ولازم ندخل في المناهج الدراسية بتاعتنا التكنولوجيا الحديثة اللي موجودة دلوقتي. التعليم يبقى في المناهج الدراسية. جميل يا احمد. مين تاني يا شباب؟ طب ده من حيث يا جماعه، ده من حيث طول المنهج. من حيث طول المنهج احنا بنقول ان هو المنهج مثلا طويل وعايزين تحسبوا المنتهى. المنهج صعب. في صعوبه في المنهج؟ في صعوبه؟ قول اتفضل. نعم. قول. في صعوبة. زي ماده ايه مثلا؟ او المواد اللي مادة صعبه؟ العلوم مثلا في الكيمياء المفروض ما ناخدش حاجة من الكيمياء دلوقتي. لسه صغيرة. تبقى تاخدها في الثانوي مثلا. تمام. محمد عبده اول مدرسة الكيمياء. ما شاء الله. حد اسئله؟ إن إحنا في العلوم لازم ما نسبقش السن، وإن لازم يجي منهج سهل على قد السن، والطلاب لازم تنتبه معاه. تمام. حد تاني يا جماعه؟ القراءة النصوص بتاع النصوص أكتر من القراءة، فالنصوص بيبقى فيه مواطن جمالية بتفضل ونفضل بقى نحفظ فيها. المفروض إحنا نقلل شوية من نقلل من النصوص يعني. تمام. حد تاني يا جماعه عنده تعليق؟ اتفضل. اللي مثلا في المناهج الدراسيه مثلا في سنه رابعه ابتدائي وفي اولى اعدادي، اللي خدناه في رابعه ابتدائي مثلا في التاريخ او الجغرافيا بنرجع ناخده تاني برضه في اولى اعدادي. المفروض يعني كده بيشتتوا الواحد تاريخ مصر الفرعونيه مثلا، فيبدوا يوسعوا في رابعه ابتدائي ويدوا في اولى اعدادي تاريخ جديد عشان الطالب مثلا يعني تكرار المعلومات مش مطلوب. يعني رابعه ابتدائي يتوسعوا في زي رحت تاريخ الدوله الفرعونيه، وبعدين في اولى اعدادي يبداوا مناهج في التاريخ. ما هو لو وسع يا احمد برضه في رابعه ابتدائي لسه صعب. اول مره ياخد لسه صعب على الطالب يعني. مش هيعرف يستوعبها. هما نفس الكلام اللي بقى موجود في رابعه ابتدائي موجود في اولى اعدادي. لا يا حبيبي اكيد في اولى اعدادي في توسع. اكيد انا ما درستش ده بس اكيد في توسع بالعقل كده يعني. بس مش كبير قوي يعني. هو ممكن في رابعه ابتدائي يديك منهج مصغر على قد سنك، تمام؟ ولما تطلع في اولى اعدادي بيزود لك بس بيديك معلومات بسيطه ان هو يشجعك بيها انك تفهم وتعرف. بس لما تطلع اولى اعدادي بيبدا يوسع لك المنهج، بيبدا يحط لك حاجات جديده ان انت يوسع لك معلوماتك ويطول فكرك ان انت تفكر في حاجه جديده. مادة حاسب الآلي بس هو ده أول سنة ناخدها. المفروض كان يدينا في الابتداء عشان المفروض كان يدينا في الابتداء عشان نعرف الحاجات برضه في الآداب. نتيجة الابتلاء بقى حاليا دلوقتي جاي 26 بقى. نتيجة الابتلاء بقى حاليا دلوقتي. التاني يا جماعة. أستاذ في واحدة كده أخيرا في الدراسات اسمها كيف تطور من سنة. هي أصلا ملهاش دعوة بالجغرافيا والتاريخ، هي أصلا زيادة عن التاريخ. لو عايزين يلغوا ممكن يلغوها. لا على فكره كان في ماده واحنا طلب عندنا كده اسمها التربيه القوميه او التربيه الوطنيه. موجوده عندكم في سنه
كان كتاب مخصوص كان ليه مدرس بيدرسه ومنهج بنمتحن فيه ازاي يخلق مواطن صالح ومواطن نافع للمجتمع. ديت ما ينفعش اتجاهلها واقول لان انتوا القاده، انتوا اللي هتطلعوا، انتوا المستقبل معاكم انتوا لازم تبقوا متاسسين صح على قيم معينه، ما ينفعش الغي دي خالص يعني. ده رايي وانت برضه انا بحترم رايك في كلام هي المناقشه حريه الحوار. اتفضل. ايه رايكم في كتاب المدرسه يا رجاله؟ الكتاب بتاع المدرسه ايه رايكم فيه؟ بتاع المدرسة هو مليان كلام بس هو يعني مشكلته إن هو ما بيعملش له خطوات ما بيجددوش طريقته، عشان كده الطلاب ما بيذاكروش منه وبيشتروا ملخصات. يعني تقصد مش مرتب كده زي الملخصات، ادي خطوات انا حل في الكتاب المدرسي يعني طريقة العرض اللي في الكتاب ما تشجعش الطالب اللي هو يذاكر من كتاب المدرسة، طريقة العرض تبقى أفضل مثلا في الكتب الخارجية. طب ايه الفرق بين الكتاب المدرسي والكتاب الخارجي يا شباب؟ ايه الفرق بين ليه انت بتفضل الكتاب الخارجي عن الكتاب المدرسي؟ قلنا التنظيم بس، يعني هي التنظيم بس الوحيد اللي خلاك تلجأ للكتاب الخارجي ولا في حاجة ثانية؟ إنه في أسئلة وإجابة وفي تدريبات عليه أكتر من كتاب المدرسة، وبالتالي في الكتاب الخارجي تمارين على امتحانات عامة وبيجي منها الامتحان وبيجي من كتاب المدرسة برضه. تمام. مثلا في الكتاب المدرسي كلام كتير مش مرتب ومش ملخص، إنما في الكتاب الخارجي ملخص. ده الميزة يعني. طيب اتفضل. كتاب المدرسة ما بقاش فيه معلومات كتير زي كتاب الخارجي، كتاب الخارجي بتكون موضحة وبحيث إن أنت بتذاكر معلومات كتير بس كأنك ما بتذاكرش زي كتاب المدرسة، إنما كتاب المدرسة بيبقى فيه معلومات قليلة مختصر يعني. دي معلومات اسرائيليه تقصد مثلا الملخص العربي كتاب المدرسة العربي مفيش معاني، لا معاني ثلاثة والشرح بيبقى كتير مش تفهم برضه في المواطن الجماعي. المواطن الملخص بقى المعاني تجيلك معاني الدرس كله أو معاني النشيد كله، بيبقى المواطن الجماعي متبسطة برضه والأسئلة بيجيب لك سؤال وجواب. أما في كتاب المدرسة ما بيجيش إلا المعاني المفردة 2 أو 3، مفيش مواطن جماعي إن هو برضه 2 أو 3 والشرح بيبقى كتير معاني. لا ممكن يكون الهدف انه عايزك انت تفكر وتستخرج انت مواطن الجماعي بدل ما ايه يعني لازم تتعب شويه عشان تقدر تطلع حاجه جديده. لما تاخد المعلومه الجاهزه ده هدف وزاره التربيه والتعليم. تمام؟ ده برضه من ضمن اهدافها يعني. مش فاضي. كتاب المدرسه ما بيشرحش نفسه بنفسه، يعني مثلا الكتاب اللي هو كله تجارب وما بنستفادش منها، انما في الكتاب الخارجي الكتاب بيشرح نفسه بنفسه فالطالب بيسعى ان هو يفهمه. تمام ماشي. مين تاني يا دكتور؟ اتفضل. عايز تقول؟ اتفضل. كتاب المدرسة ممكن الطالب يقعد يعمل أسئلة على كتاب المدرسة ممكن الطالب يقعد يعمل أسئلة على السطور الكتابة ديت فيقعد ممكن يفهم، لكن في الكتاب الخارجي بيجيبوا الأسئلة ديت مع تيجي جاهزة. تمام أيوه. في الكتب الخارجية بيبقى فيها صور توضيحية تفهم الطالب أكتر عن الكتب المدرسية. دي بقى الميزة اللي بينهم الفرق. أساس كتاب المدرسة هنا كلام مع بعض كده مفيش عنه بيوضح يعني كل بتقرا قصة كده، أما الكتاب الخارجي بيوضح لك الكلام في نقاط يعني. ماشي اتفضل. كتاب خارجي مضطرد كده تمام. طب ما في كتاب الكتروني على موقع الوزارة. كتاب الكتروني على موقع الوزارة. في ناس ما عندهاش تمام. يعني انت عاوز تقول ان انت هي ماده انت بتمتحن فيها يبقى لازم في كتاب ينزل لك ولازم تتعامل معاها زيها زي لا صح. طيب صح كلام تمام. طب ايه السبب يا رجاله اللي بيخليكم تلجأوا للدروس الخصوصيه؟ المدرسين الخصوصيين يعني بيوضحوا للطالب المعلومات اكتر ويفهموا ملحوظات، لو وقف عليه سؤال وقلناه في المدرسه المدرسين ما بيكونوش يعني فاضيين قوي عشان يوريهم اي سؤال. تمام. في الدروس الخصوصية اللي بره المدرسين بيقدموا المعلومات للطلاب يعني المعلومات جاهزة. أما في المدرسة المدرس بيفضل يشرح ويقدم معلومات بس يعني عشان يفهمها للطالب بياخد وقت معاه. فاللي بيخلي المعلم الأجور بتاع المدرسين مش زيادة عشان تطلع إبداعاتهم اللي جواهم أو الإمكانيات اللي عندهم مش متاحة. ده ممكن السبب اللي هم ممكن يكون ده سبب رئيسي فعلا. طيب ماشي اتفضل. في بعض المدرسين بيشرحوا بسرعة عشان يخلصوا المناهج بسرعة،
لكن المدرسين الخصوصيين بيشرحوا بالراحة عشان يفهموا التلاميذ عشان واكيد بيبداوا بدري برضه عن المدارس، اكيد بيبداوا بدري عن المدارس. تمام. المدرسين في المدرسة بيقولوا بطريقة ممكن الطالب ما يفهمهاش فيروح الدرس، وبالتالي الأستاذ في الدرس يعمل مسابقات وامتحانات، فبالتالي هتثبت المعلومة في دماغك. في تنويع يعني في الدرس. بالنسبة لمادة العلوم في مثلا المدرسين الأساسيين اللي هم بره بيحبوا مثلا يجيبوا يعملوا معمل ويجيبوا أدوات وحاجات منها في المدرسة، فما بيبقاش فيه نيجي نتكلم هنا ميزانية المدرسة بتحب ايه؟ ايوه. المدرس الأساسي بيشوف يعني الناس أكتر بيسعى عليهم. يعني مثلا ما نجيبش زي المدرسة للدرس، ما نجيبش الدرس على الأحمر شوف الناس أكتر تمام. كده بقى دلوقتي في الفصول كثافة الفصل نفسها بتأثر على أداء المدرس وعلى تعامل الطالب في المكان. احنا لو الحقيقة ما كناش بناخد دروس كنا بنبدأ المدرسة بس ما كناش هنلحق نذاكر ننام مرة تانية بعد ما نخلص، كنا نخلص على الامتحانات هنلحق ننام تاني. احنا قلنا عشان المدرسين التانيين بيبدأوا بدري لكن هنا ايوه انت عايزين تجيبي اتفضل. كانوا زمان ما بياخدوش دروس الا في الانجليزي والرياضه، انما دلوقتي قاعدين بياخدوا دروس في كل المواد عشان المدرسين ما عادوش بيشرحوا في ولا ماده، يعني في قليل قوي مدرسين اللي بيشرحوا. طب هقول لك على حاجه، هي يعني العيب في دلوقتي في ايه؟ في المدرس ولا في المنهج ولا في ايه بالظبط؟ يعني ولا العيب في الطالب ولا العيب في الطالب نفسه طالب بيستوعب وفي طالب ما بيستوعبش المعلومه. ايوه. وفي طلاب بتستوعب المعلومه بسرعه وفي طلاب ما بتستوعبش. القدرات الفردية تقصد في الاستيعاب. طب ما هو في التزام، في يعني مثلا انتوا اوائل المدرسة تمام وانتوا تعتبروا الصف. يخرجوا ابتعاد كبيرة بين الطالب يفهم المعلومة بسرعة. طب والطلبة المشاركين اللي عندكم في الدكتور؟ ممكن يكون السبب في تعطيل المدرس برضه عن اداء الواجب بتاعه. احنا مش كل حاجة هنرميها على المدرس ما بيشتغلش، انا لو شايفة ان المدرس لاقي ان الطلبة بتوعه ملتزمين وقاعدين محترمين وكويسين هيدي كل اللي جواه، لكن انا بتكلم والتاني زي ما انا دخلت كده في مشكلة مع مدرس مدي ظهره للمدرس وقاعد وكانه بيتكلم نفسه على الحلو. المدرس يخرجوا بره الفصل. خرجوا بره الفصل وانا جيت اعتذرت ودخلته والموضوع انتهى، لكن الطلبه نفسها في اكتر الطلبه مش ملتزمه، متخيلين ان هو لما يتنح ويبجح هياخد رجوله، لكن انتوا بتتكلموا على ان انتوا صفة المدرسه مع احترامي للولاد التانيين هم ولادي برضه، لكن انت عاوز تتعلم، التاني خلاص مش فارقه معاه بقى، هيعمل ايه خلاص فركشه في الفصل والدنيا هتعمل ايه؟ برضه مش كل حاجه على المدرس يعني. الطلاب في طالب يقعد منتبه وفي طالب يقعد مش منتبه ويرجع يقول للمدرس انه ما شرحش. فيرجع يندم ان هو ما انتبهش مع المدرس، مثلا يتكلم مع زميله ويجي في ساعة الامتحان يندم ان هو ما انتبهش ويعيط. طب اقول لك على حاجه برضه. بصوا يا جماعه، بالنسبه للمدرس اللي عليك في الفصل ممكن يكون برضه هو اللي بيديك درس تاريخ. تمام؟ طب ايه الفرق بقى؟ طالما هو هنا هو هنا، والشرح اللي ممكن يقوله في الفصل هو برضه نفس الشرح اللي بيقوله في الدرس، ومع ذلك الطالب يروح الدرس برضه. تمام؟ هل زاد تأكيد للمعلومة ولا ايه بالظبط؟ مش عارف. برضه في بعض الطلاب مثلا الواحد بياكل خلاص هيعمل في بعض الطلاب يجوا وهم بياكلوا فهم ياكلوا برضه المدرس يزعق ان هو مش بيضيع وقت الدرس يعني. والنقطة اللي فاتت ديت مثلا اللي كان عمل عليها محمد صلاح محمد عبده كان اللي هو في مدرس الدرس ممكن مدرس المدرسة أشهر مدرس الدرس، بس مدرس الدرس له يعني كاريزما في الحضور اللي هو ممكن يجذب انتباه الطالب، بس مدرس المدرسة بيشرح بس ما بيلفتش انتباه الطالب ولا عاوز يجذب انتباهه أو يشجعه إن هو كده. ممكن ضيق الوقت يا أحمد، ممكن ضيق الوقت معاه، الحصة ضيقة جدا فبالتالي ما فيش وقت أصلا يمارس الكلام ده. أيوه اتفضل. أيوه. المدرس مثلا يجي يبدا يشرح الدرس فيعمل الحصه تضرب لما بيجي في الحصه الثانيه بيكملوا فبيقلل عدد الدروس اللي احنا بناخدها في الفصل او في المدرسه وبيقدمنا ان احنا نروح للدروس قبل المدرسه عشان نلحق تمام. لما يكون الفصل يكون الطلاب عاملين دوشه ما يبقاش كل الطلاب عاملين دوشه وبيروحوا في الفصل كله.
بيعاتب كله يعني. ماشي، ما هم ده بتحسن حسب التأثر. ماشي. المفروض إن الطلاب يقعدوا منتبهين، بس المدرس المفروض الحصص تبقى ورا بعضها، لأن المدرس لما يكون عليه حصتين هو في فرق ما بين الحصتين ما بيلحقش على ما يروح ويجي، بيكون في خد وقت من الحصة، فعما يجي يكتب الدرس ويشرح لنا فبياخد وقت، فالحصة بتخلص قبل ما هو يكمل. يعني الحصه التواصل بتتعمل على فترات مثلا لا فتره. لما يكون في لا الفتره دي مثلا بتاخد 45 دقيقه 50 دقيقه المدرس يكون عنده حصتين بس، يكون حصة في البداية وحصة في النهاية، المفروض يكون الحصتين ورا بعض على طول. يعني ممكن المادة تعمل حصتين، كل مادة تحصل حصتين عشان الوقت. مش متوليتين يعني. لو في مثلا حصة هناخد حصة في اليوم مادة واحدة وهي في يوم تاني، ممكن يجيبها من يوم تاني. يعني قصدك تضموهم في يوم واحد، مش شرط يكونوا ورا بعض في نفس اليوم، بس ممكن في نفس اليوم خلاص. تمام. أحمد بعد طلاب مثلا يكون درس في المدرسة قريبه فبيديله درجات، فبيجي آخر السنة مثلا دخلت قدام درجات لازم يديله درجات، فمش مذاكر في آخر السنة وراح دروس خصوصية. مثلا احنا بنروح دروس خصوصية عشان طبعا ولا حاجة نشجع تمام. ممكن برضه يطلعوا المدرسين ما بيدوش مثلا حصة في اليوم، فالطلاب يقعدوا يعملوا نشاطات، فالمدرس لازم يسكتهم، يقعد يسكتهم لا الحصة خلصت ما يعرفش يشرح. أنا الكلام محمد صلاح، بس برضه أكتر المدرسين يجيبوا المنهج علشان وقت الحصة قليل، هم ممكن يزودوا الحصص بتاع المدرسين أو يوسعوا الفترة بتاعتهم. بصراحة احنا عندنا كل المدرسين بيشرحوا، بس في مدرسين بيبقى عندهم حصة لازم حصة واحدة في اليوم، فندخل معظم الفصل بقوا مشغلين أكيد، في ناس منهم مشغلين وفي ناس منهم عايزين يسمعوا الشرح، فالمشغلين بيعملوا هيصة يقول الأستاذ على ما يسكت أو الله على سكت ويضرب الفاصل كل الحصة خلصت، ما نعرفش نسمع أي حاجة فيها. وبالتالي ما نعرفش المنهج ما نعرفش نخلصه ولا ممكن نشرح في المدرسة، ممكن نفهم منه معلومة أو معلومة لأ. إحنا بنروح الدرس نفهم المعلومة اللي إحنا ما فهمناهاش في المدرسة، وبالتالي يعني الدرس بيكمل المدرسة. بس قال محمد صلاح وعبد الرحمن الحصه لو جت جنب الحصه مثلا حصه مثلا زي الرياضه او الدراسات او العلوم ممكن نفصلها عن بعض، مثلا نخلي ده مثلا اول فتره وحاجه تفصلها بينهم رسم العاب مثلا وبعدها نكملها عشان الطالب ما يتضايقش من الحصه مثلا فتره 75 دقيقه، فالطالب هيفضل يعني انت عايز وقت ترفيه بين كل فتره عشان الطالب ما يتشتتش وما يزيدش من الحصه. إن إحنا لما يكون المدرس مش موجود والحصص الفاضية بعدين المدرس اللي هو عايز يعلم الأطفال أو التلاميذ اللي عنده، فيستغل الحصص الفاضية دي ويدخل على التلاميذ يقول لهم حاجة من المنهج، وبالتالي هيفهموا، ولو حد مش فاهم في حاجة هيعيدها لأنه حصة فاضية، واللي هيجي في المنهج يعيده ويبدأ درس جديد. طب انتوا كلامكم كله يعني بيلف حوالين مشكله واحده، هي كثافه الفصول، صح؟ طب ايه حلكم ليه؟ مثلا نجمع الطلاب اللي هم مشاغبين وعايزين يفهموا في فصل واحد ومشاغبين في فصل. يعني متفوق. ماشي، اللي عايز ايه؟ ما انت كده هتأثر عليهم برضه. مفيش مشكله لحد ما مش هي المدارس والفصول عشان توسع في تمام. احنا هم بيقولوا في كثافة في الفصول، طب الدروس برضه فيها كثافة، بس أهم حاجة هتكون المدرس هو بيشرح. الدروس برضه فيها أكتر من فصل كمان، 40 واحد 45 واحد. طب ما انت المدرس بتاع الدرس ما هو بيعرف يحكمك بالعصايه، انت بتخاف طول ما انت قاعد في الدرس ما تعرفش تتكلم عشان هو حاكمك في العصايه. في المدارس في مدرسين بيكونوا العصاية ما حدش بيتكلم بقى. طب ما كل منكم انتوا بقى، هو مدرس الدرس تمام، هو بيحكمك بالعصايه بيفهمك المعلومه يخليك تقعد ساكت. مدرس المدرسه بيستخدم العصايه ما بتقعدش ساكت. هو الأستاذ
بالعكس ده هو لو استخدم وسيله عقاب ان هو يحرمك من الدرجات مش هتقعد ساكت وبس، ده انت هتقعد ملتزم جدا. كله هيسكت لو هيزعل يعني. انت عندك تقدير المدرس الدرس ومدرس المدرسه يعني ايه؟ مش مظبوط معاك. ماشي اتفضل. ممكن يجمع الطلبة اللي هم مش موجودين دول أي مدرس كلام من وراه. يعني يجمعهم اللي هم ينفعش يفصل يعني يفصل او حد يقعد مع المشاغبين ويوضحهم يعني. كثافة الفصول دي مش مشكلة، إنما المشكلة إن الطالب يقعد ينتبه، فلو انتبه هو هيفهم الشرح، أما لو ما انتبهش غلطته هو. مش كثافة الفصول، الأستاذ بيشرح الصوت بيوصل لآخر الفصل، كده كده هو سامع بس هو مش منتبه ومش مركز. في البلاد العربية برضه بيستخدموا التكنولوجيا المتطورة زي الإمارات كده بتستخدم وسائل التابلت، بيستخدموا مثلا المدرس بيشرح وبعدين بيقولوا لي شرح وبيعيد الشرح كمان بيسجل الشرح بتاع المدرس. فبالتالي بيفهم كل معلومة. وعيدها تاني صح. السيستم الأرضي بيستخدم مثلا المنهج مثلا 10 دروس ممكن يدينا بالراحة كده أول 5 دروس، يدينا على آخر 10 أيام كده بتاع المنهج ممكن يدينا 5 دروس تانيين ورا بعض في نفس الوقت. فأنا رأيي لحل المشكلة في الصفر دي إحنا نبني مدارس. مفيش مشكلة. المشكلة ما بتبقاش في صوت يا شباب. المشكلة في توزيع المنهج في الدرس بنبقى بادئين من المدرسة بشهر وفي المدرسة بنبدأ بنسبق الدرس ازاي مع توزيع المنهج على المدرس نفسه، يعني في الدرس قبلها بشهر نخش مثلا بنسبق الدرس. تمام. الدرس مش ملاحظ المشكلة في توزيع المنهج وطول المنهج أصلا هو مرتبط طول المنهج. ماشي. ويكون مثلا في مثلا يبقى في توزيع المنهج عدة دروس، الأبلة تكون مزودة جايبة الشهر اللي بعده مثلا سابقة، يعني مديها شهرين في شهر. المنهج توزيعه المفروض الدروس اللي هتبدأ تبدأ في شهرين تقوم مديها في شهر واحد وكده بنبتدي سابق الدرس، فتبقى الدروس المدرسة تبقى متقدمة عن النت. تمام. سؤال بس معلش سؤال. إيه رأيكم لو صدر قرار مثلا بإلغاء الأنشطة المدرسية وتوفير وقتها للحصص الدراسية؟ انتوا موافقين على الكلام ده ولا مش موافقين؟ الإجابة كلها اليوم معترض طبعا، لأن لازم يكون في فصل ما بين الحصص والحصص إن نريح العقل، لأن الضغط مش هنفهم حاجة، لازم نريح في حصص كده يكون في حصص نريح فيها. تمام. معارض عشان هيبقى ضغط في المدرسة طول النهار بنقعد من الدور لغاية مثلا الساعة 4:30 الضغط كله هو حصص مواد دراسية من غير أي ترفيه مش تمام ماشي. مثلا لو مثلا هم عملوا كده الطلاب اللي هم شغالين او مش شغالين لو فضلوا وقت كتير بيضطروا ان هم يتفشوا وده بيقلل مشاكل كتير. لو مثلا لو لغوا الانشطه ديت ممكن لو لغوها يبقى يوفروا حاجه تانية، يوفروا التكنولوجيا الحديثه في الفصول اللي ممكن تشجع الطلاب اللي هي تجذبهم اللي هم يفكروا في الحصه وما يروحوش الانشطه. مثلا حضرتك الأنشطة بنكتشف فيها مواهب وحاجات، لو اديت بلد مش هيبقى فيه مواهب ولا فيه مسرح ولا فيه مسرح في لاعبين كورة. رأيك إن إحنا هنقتل مواهب الشباب وهم لسه صغيرين؟ إن في حصص الألعاب مثلا تكون فترة ممكن ناخد منها حصة نوزعها على الحصص، فبالتالي الحصة هتزيد فتبقى المدرس هياخد راحته في الشرح فالطلاب هتفهم مع المدرسة، وهم بدل ما تبقى حصتين يعني فترة هتبقى حصة واحدة ممكن نرفه نفسنا فيها ونروح المسرح برضه حصة 3 حصص عندنا. في طلاب بتحب الدراسة وفي طلاب بتحب الأنشطة مثلا التمثيل وبتحب تغني، يعني برضه مش هندي كل الوقت للدراسة، لازم يعني مثلا يعتبر التمثيل والأغاني والحاجات دي ترفيه، يعني مش الوقت كله دراسة، لازم نقسمه نص للدراسة ونص هو دلوقتي طول قصدي دلوقتي فترتين، طبعا المدرسة على فترتين مش فترة واحدة، تمام؟ مش يوم دراسي كامل، فالفترة ديت أصلا فترة قصيرة. انتوا بتشتكوا أصلا كده من المنهج ما بيخلصش، تمام؟
طيب احنا بنقول اهوت مثلا لو في اقتراح مثلا لحل المشكله ديت ان هو يقول لك وفر وقت الانشطه مثلا للمواد الاساسيه، وبعد كده مارس نشاطك انت بره في الملعب في اي مكان يعجبك على النت زي ما انت عايز. ايه رايكم في وجهه النظر؟ اتفضل. المقصود لما نطلع بره ما ناخدش فيه وقت نروح الدروس ونيجي نذاكر ومنلحقش وقت وندخل ننام عشان الدروس بكره ونروح المدرسه ما يكونش في وقت. لما في المدرسه يعني هنلعب انما نروح هنذاكر نكون ارتحنا شويه مش هنحتاج ان احنا نلعب بره. طب ماشي، دلوقتي يا رجاله انتوا ايه السبب ان الطالب يغيب او يهرب من المدرسه؟ مش عايز يجي. يخليه يبعد عن المدرسه دي بيكره المدرسه ليه بتكره؟ بعض المدرسين بيضربوا الطلاب الطلاب يكرهوهم يخشوا من الحصص بتاعتهم وساعات برضه في الأيام يقوموا غايبين. ده السبب الوحيد يعني ولا في أسباب تانية؟ وهم برضه هم التلاميذ بيعملوا شغل يعني المدرس مضطر ان هو يعاقب التلميذ. وتزاحم الحصص الدراسية وبعدها برضه لازم يكون في حصة مسرح ألعاب بينهم يعني الحصص الكتيرة اللي بعدها بسبب الطالب يعني الحاجات دي. بسبب التشاؤم الحصص والتشاؤم المدرسين في طلاب عاملة نفسها تسوات عشان يقبلوهم فبالتالي مثلا في طلاب بيبقوا مشاغبين ويحبوا يمسكوا في الطلاب اللي هم مجتهدين، يعني مثلا في طلاب المجتهدين ما يحبوش يمسكوا في حد ولا يضربوا حد، فبالتالي هم بيخافوا يجي المدرسة عشان كده. في طلاب بتغيب عشان عندها ظروف، انما في طلاب بتغيب عشان المدرسين مثلا يكون عندهم مدرس وهم مش عاملين الواجب بتاعه فيغيبوا عشان ما يضربهمش. وفي مدرس تاني يكون بيضربهم عشان يقول مش في دوره في النظام مطلوب لازم يكون في نظام. فالطلاب لو المدرس هيكون منظم الطلاب هتستفيد منه هيتعلم منه.